السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما في افضل حال. هنقدم مع بعض النهارده الانجليش كيك، طعم تحفه جدا، كيكه زبده غنيه بطعمها وشكلها. لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نسمي الله بدون مقدمات كتير نشوف اجمل واحلى كيك. وفي البدايه ببدا ان انا اجهز القالب اللي هستخدمه. القالب هنا قالب مستطيل، قالب كيك مستطيل مقاس 30 سنتي، 30 في 12. تمام. ببطنه كويس جدا بالسمنه او بالزبده المتوفره عندك او بالزيت، وببدره بالدقيق بالشكل ده. لازم يتبدر كويس جدا. وكمان هستخدم ورقه زبده بس في القاع وبس، مش محتاجه الاجناب خالص زي ما احنا ما شايفين مع بعض كده. وعايزه اقول لك كمان تستغني عن ورقه الزبده لو انت القاعده بتاعه القالب اللي بتستخدميه سميكه، خلاص تقدري تستغني عن ورق الزبده خالص. معايا هنا في البوله وتكون جافه ونضيفه تماما، هنزل فيها بالزبده. وهنا الزبده بتاعتنا عايزينها تكون بدرجه حراره الجو الطبيعي بتاعنا، يعني مش تكون متسيحه خالص او تكون مجمده بزياده من الفريزر. تمام. اللي انا بستخدمها هنا كنت مطلعاها من الفريزر قبل منها بنص ساعه. الزبده اللي بستخدمها قد ايه؟ كوبايه الا ربع من الزبده، يعني حوالي 150 جرام. وبالمضرب وببدا ان انا اخفق في الزبده شويه، وبعدين بنزل بالسكر بالتدريج. السكر اللي استخدمته قد ايه؟ 150 جرام، كوبايه الا ربع. المقدار بتاعي من السكر هو نفس المقدار من الزبده، الاتنين نفس المقدار موحدين زي بعض. تمام. بعد ما خفقتهم كويس جدا الخليط معايا بقى كريمي، والسكر داب معايا تماما. وتقدري تستخدمي السكر البودر، والسكر يا ريت يكون حبيبات صغيره ورفيعه، ما تكونش خشنه بزياده، وطبعا يكون لونه ابيض فاتح. معايا 3 حبات من البيض، وبنزل بالبيض بالتدريج، يعني بنزل باول بيضه لما تختفي تماما بنزل بالتانية، لما تختفي التانية بنزل بالبيضه التالتة. تمام. وطبعا البيض اللي بنستخدمه بيكون بدرجه حراره الجو الطبيعي بتاعنا. هنا معايا باكت من الفانيليا او كيس فانيليا، وممكن تستبدلي لو انت بتستخدمي العبوات تستخدمي نص معلقه صغيره من الفانيليا، لكن ما يفضلش خالص نستخدم الفانيليا اللي السايله، بتغير النكهه وكمان هتغمق معاكي الكيك. نزلت هنا عليهم كمان بنص معلقه من المحسن جل اللي بنستخدمه في الاسبونج، بجد بيدي نتيجه هايله خالص. وبعد ما خلطنا المكونات السايله كده بالشكل ده وبقت كريمي معانا تماما، معايا هنا في بوله فيها الدقيق اللي هستخدمه مقداره قد ايه؟ كوبايه ونص من الدقيق، يعني حوالي 190 جرام. الدقيق منخول وجاهز تمام. بنزل عليه بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ورشه من الملح، الذره بتاعتنا اللي هي السنه ما نستغناش عنها تماما في الكيكات او المعجنات. ومعايا هنا في الخليط الكريمي بتاعي هنزل بالدقيق كله بالشكل ده، وتقليبه بسيطه خالص بالمضرب. وفي البدايه طبعا زي ما متعودين مع بعض بنخفق بدون ما نشغل المضرب، علشان ما نلاقيش الدقيق تطلع مره واحده علينا وبهدل لنا المكان. وبالاسباتولا طبعا طول الوقت كده بنلم الاجناب بتاعتنا علشان تبقى مظبوطه ان شاء الله. وبدي تقليبه كده في الخليط بتاعي، بس التقليبه من تحت لفوق، يعني بالراحه جدا، وبنقلب في اتجاه واحد من تحت لفوق علشان ما نضيعش الفوم اللي احنا عملناه. وبنزل عليه ب3 معالق من اللبن الحليب، 3 معالق وبس. الخليط بتاعنا هنا مش بيحتاج كتير خالص خفق، بعد ما بنضيف الدقيق خلاص مش بنخفق كتير، هي تقليبتين وبس مش اكتر من كده، ومش بيحتاج سوائل كتير خالص. هنا بقى معايا في بوله وبنزل فيها بربع كوبايه من الفروته المسكره او الفواكه المجففه، ومعايا كمان ربع كوب من المكسرات زي ما انت محبه، يعني زبيب او فول سوداني او لوز او بندق اللي انت حباه. مهم جدا، والخطوه دي مهمه جدا، معلقه كبيره من الدقيق وببدر بيها كل المكسرات بتاعتي والفروته، علشان خاطر ايه؟ علشان لما نيجي نضيفها على الكيك ما نلاقيهاش سقطت في قاع الكيكه، لا تفضل محتفظه بنفسها وموجوده معانا في قلب الكيك ومتوزعه في الكيك كله زي ما شفنا مع بعض في بدايه الفيديو. وهنا ببدا ان انا انزل على الخليط بتاعي بالفروته او الفواكه المجففه والمكسرات بالشكل ده. وكمان تقدروا تستخدموا الكريز، تقدروا تستخدموا الشوكليت شيبس، يعني تستقبل معاكم اي حاجه. الخليط بتاعنا تقيل بالشكل ده، بيكون هو بالطريقه دي. ده قوام الانجليش كيك او الكيكه الزبده اللي بنعملها مع بعض النهارده، وكمان ده اللي بيخلي المكسرات والفروت تحتفظ بنفسها وبتفضل معانا تمام. بعد ما بنزلها في قلب القالب بتاعي وبظبطها بالشكل ده، طبعا لازم المنديل كده نمسح الاحرف بتاع القالب علشان خاطر يبقى شكله منظم وجميل، وكمان علشان ما تحترقش مننا في الفرن. دلوقتي هبدأ ان انا اوزع على الوجه كمان شوية من الفروتة المسكرة، يعني اللي انت حابة تقدري تضيفيه. وكمان هيكون معايا انصاف من الكريز الاحمر بوزعه بالشكل ده، وكان نفسي جدا الاقي الاخضر كمان، لكن الصراحة مش كان متواجد عندي.
بخبطتين بقى محترمين بالشكل ده، وعلى الفرن على طول. الفرن بتاعنا مسبق بالتسخين على درجة حرارة 170، وبسم الله ما شاء الله القالب طالع معانا تحفة جدا. الانجليش كيك ممتاز. اخد معايا قد ايه في الفرن؟ حوالي 50 دقيقة. انا بعد 45 دقيقة اختبرته لقيته لسه محتاج شوية، سبته كمان 5 دقايق وبعدين اختبرته تاني، طلعت معايا الخلة نضيفة وتمام. فتحت عليه الفرن وسبته 5 دقايق كمان جوه الفرن، وبعد كده طلعته. زي ما شايفين مع بعض بسم الله ما شاء الله القالب تحفة جدا. وده القاع بتاعه. ببدأ ان انا اشيل ورقة الزبدة. شايفين القاع بتاعه تسويته ممتازة جدا، وعايزة اقول لكم قد ايه طراوته كانت تحفة. اللايك الجميل بتاعكم لاحلى انجليش كيك، بجد لما تجربوه هتحبوه جدا. واشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد قبل اي حد. تسلم ايديكم مقدما يا حبايبي، وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب، اللهم امين. وهنا بقطعه سلايس شرايح زي ما احنا ما شايفين مع بعض. وطبعا ما تعملوش زي خالص، انا هنا قطعته بعد 10 دقايق وبس. طبعا المفروض نسيبه ساعة او ساعتين على الاقل على ما يبرد، وبعد كده نبدأ نقطعه. لكن انا كالعادة ما بصبرش، ودايما بحب اقدم معاكم الحاجة فريش وبسرعة جدا. شايفين بقى معايا تسوية الكيك تحفة جدا، وكمان الفروتة هي والمكسرات ما شاء الله متوزعة على الكيك كامل. تسويته تحفة يا جماعة، من فوق ومن تحت التسوية بتاعته ممتازة خالص، وكمان اللون بتاعها فاتح وتحفة جدا. نقدر نستبدل الزبدة بالزيت؟ لا مش عارفة بصراحة، يعني هو الانجليش كيك بالزبدة معروفة ان هي كيكة غنية جدا وقوامها بيكون ممتاز ما شاء الله. لو حبيتوا تجربوها بالزيت جربوها وقولوا لي الطريقة بتاعتكم والتجربة بتاعتكم. بجد الطريقة ممتازة خالص. الكيك يا جماعة ممتاز، شايفين ما شاء الله اللهم بارك، يعني بيدوب في البق دوب، طعمه حلو جدا بجد. بتحس ان انتي اكلتي كيك غني جدا. الف هنا وصحة يا رب. عملت كيكات كتير قبل كده، لكن في جمال الكيك ده لا بصراحة ما دقتش. اتمنى تجربوه ان شاء الله، ومنتظرة كومنتاتكم الجميلة. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم.